بعد العودة من أبيجان لا وقت للراحة، شعار رفعه المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر. النهاردة كان في تدريب صباحي، تم استثناء اللاعبين اللي شاركوا في مباراة استاد أبيجان، وكان في استشفاء وتمرين في الجيم لكل اللاعبين اللي شاركوا في مباراة استاد أبيجان. طبعا كان رطوبة مرتفعة جدا وكان مجهود زايد، ده كان واضح على اللاعبين. تمرين طبعا واضح وجود علي معلول. الأنباء بتؤكد على إن الإدارة أقنعت كولر بإنه يتم قيد علي معلول في قائمة الفريق خلال يناير الحالي. طبعا مشاركة إمام عاشور في تمرين اليوم بعد الهاتريك الجميل اللي سجله في استاد أبيجان. فبنقول بقى تدريبات النهاردة. كولر اجتمع مع مساعديه والجهاز المعاون علشان يحط الخطة المباريات القادمة إن شاء الله، اللي هتبدأ بمباراة الجون الأربع القادم، ومباراة أورلاندو اللي هتبقى بعدها على طول، في ختام دوري أبطال إفريقيا اللي صعد من المجموعة الأهلي وأورلاندو الجنوب. كولر أمر بتصعيد 3 لاعبين من فريق الشباب بالنادي، وهم حمزة عبد الكريم ومحمد شيبة وهشام الحداد، علشان يشاركوا في التدريب الصباحي اللي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. الدكتور أحمد جاب الله يعني طبيب النادي الأهلي أعلن النهاردة عن إن طاهر محمد طاهر وأشرف داري يواصلان البرنامج التأهيلي على هامش مران اليوم. قال أحمد جاب الله إنه يعني طاهر وداري استكملوا البرنامج التأهيلي خلال مران اليوم، ومعروف إن طاهر كان حصل له مزق في أسفل العضلة الأمامية، وأشرف داري كان بيعاني من شد في العضلة الخلفية. كمان حالة مروان عطية اللي تعرض لكدمة قوية جدا في مباراة استاد أبيجان. أعلن طبيب الفريق اليوم إنه مروان تلقى العلاج الطبيعي وعمل استشفاء في الجيم، وتحت طبعا يعني إشراف الكابتن الدكتور أحمد جاب الله. وأكد إن الكدمة في الأنكل والتأهيل اللي حصل له أو اللي اتعمل ليه مروان عطية مستني إن هو يشوف النتيجة بتاعته علشان يحدد وضع الإصابة ومدى استجابة مروان للعلاج. وسام أبو علي. وسام طبعا كان اتعرض لهبوط بسيط كده في الدورة الدموية أثناء رحلة العودة من أبيجان للقاهرة، وكان طبعا كلنا شفنا الملعب، اللعيبة في الملعب أثناء المباراة كانوا بيعانوا في وقت متأخر من المباراة أو في النص ساعة الأخيرة من المباراة من ارتفاع عالي جدا للرطوبة في كوديفوار، وطبعا كان واضح الإجهاد الكبير جدا ونقص الأكسجين، وده عرض كتير من اللعيبة ل يعني نزول حالة البدنية للكثير من اللاعبين، وكان منهم وسام أبو علي اللي عمل الحقيقة مجهود كبير جدا ترتب عليه شعوره ببعض الهبوط البسيط في الدورة الدموية. وطبعا الدكتور أحمد جاب الله عمل له التحاليل اللازمة وتحت إشرافه علشان يطمئن بشكل كبير جدا، لكن الراجل بيأكد إن وسام حالته مستقرة وإن شاء الله هيشارك في التدريب القادم بشكل قوي إن شاء الله. طبعا تدريب اليوم كان صباحي، مفيش وقت للراحة زي ما احنا قلنا. كولر اجتمع مع الجهاز المعاون علشان يحط خطة
للمباريات القادمة، خاصة تلاحم المباريات بشكل كبير جدا. وطبعا الأهلي في انتظار الصفقات من ميركاتو الشتوي، لأن الفرقة طبعا بتعاني من نقص بعض اللعيبة بعد رحيل بعض اللعيبة، زي طبعا بيرسي تاو راح قطر، احتمال كبير جدا كهربا برضه هيرحل خلال فترة الميركاتو الشتوي، وكلام على أكثر من لعيب زي كريم نيدفيد وغيرهم. فطبعا كولر في انتظار تدعيم خلال الأيام القادمة، سواء طبعا الأقاويل ترددت بشكل كبير جدا إن العش لاعب زد، مدافع زد، يعني خلاص قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للنادي الأهلي خلال يناير. فدي كانت أهم الأخبار النهاردة من خلال تمرين النادي الأهلي في تتش النهاردة. التمرين كان صباحي زي ما قلنا، والحقيقة كان يعني في أحداث كتير، أبرزها زي ما قلنا اجتماع كولر مع مساعديه والخطة اللي حطها للمباريات القادمة. اتكلمنا عن انه بشكل كبير جدا علي معلول كان في اجتماع بين الإدارة وكولر علشان يتم قيد علي معلول في القائمة خلال يناير. يعني اطمنا على مروان عطية وشكل إصابته في الأنكل، ووسام أبو علي والهبوط البسيط في الدورة الدموية، إن شاء الله يكون حاضر خلال التدريب القادم ويكون في قائمة ماتش الجونة إن شاء الله، ما يكونش في غياب. اتكلمنا عن حالة طاهر محمد طاهر وأشرف داري اللي بشكل كبير جدا يعني إن شاء الله خلال أيام يكون يعني في عودة بقوة إن شاء الله. كل التوفيق لكل لاعبي